مستمعي عرب اف ام، مساء الخير. معاكم عليا أبو العلا في اسود دندان. سنة 1967 قرر حسن الإمام إنه يخرجنا من وجع المكسب ورجع بينا لزمن حلو، زمن جميل، زمن العشرينات لسعد باشا. رجع بينا هو والسيناريست محمد مصطفى سامي لقصر الشوق. عدت 5 سنين على موت فهمي. فاكرين فهمي ابن السيد، وتهد الجبل، اتهد السيد أحمد عبد الجواد، وغرقت الست أمينة في حضنها، واتجوز ياسين بس فضل زي ما هو هلاس وبصبوص وحياته كلها ستات، وطلق مراته الأولانية واتجوز مريم حبيبة فهمي. أيوة، حبيبة فهمي الله يرحمه. وطبعا زعلت منه الست أمينة، ما برضه هي ليها حق عليه، صحيح مش أمه، بس هي اللي ربته وكبرته وخلته أفندي محترم. بس لما زعلت منه طردته وراح عاش في قصر الشوق في الشقة بتاعت أمه الله يرحمها، وبرضه فضل هو هلاس. رجع السيد للعوالي ورجع لزبيدة السلطانة تاني مرة، بس المرة دي ما كانتش بعدها مرة. المرة دي شاف زنوبة البت الحلوة اللولة اللي وقعته وخلته يشتري لها عوامة بتاعتها باسمها، وصرف عليها كل اللي حلو، وضاع أحمد عبد الجواد. بس لا، لسه الصحاب واقفين معاه وسددوا دينه ورجع لحياته تاني. بس ما نغص عليه عيشته غير ياسين، أصله اتجوز زنوبة. أيوة، زنوبة العلمة اللي كان أبوه غاويها. حاول أبوه يخليه يطلقها، معرفش، صفروا أسوار، بس زنوبة طلعت أصيلة وراحت مع جوزها. وسط كل ده كان كمال بيدرس في مدرسة المعلمين بعد ما رفض إنه يروح مدرسة الحقوق زي فهمي الله يرحمه. أصل كمال ده بيحب الفلسفة قوي، عشان كده فضل عايش فيها طول حياته. لكن عيشة وخديجة بقى اتجوزوا وعاشوا في السكرية. بس يا خسارة، الحلو ما يكملش. سي خليل أفندي جوز عيشة مات، والولدين ولادها كمان يا ضنايا. ومش بس كده، كمان سي السيد اتهد وتعب ورقد في السرير، وجاله ياسين يطلب السماح منه ومن الست أمينة. سامحه، ما هو أبوه. وسامح زنوبة كمان، أصلها ما بقتش علمة، بقت ست محترمة، مرات ياسين أفندي وأم ابنه اللي جاي. وعاشت زنوبة في قصر الشوق عشان تولد بقى. ووصى ياسين كمال أخوه على مراته، وفضل كمال يا عيني ما بين نارين، نار قصر الشوق عشان يطمن على مرات أخوه، ونار السكرية عشان يفضل جنب أخته اللي جوزها مات. ودي حكاية قصر الشوق. خلصت الحكاية وخلصت معاها حلقتنا. كنت معاكم عليا أبو العلا في اسود دندان. تابعونا على فان بيج راديو عرب اف ام. ليلتكم سعيدة، تصبحوا على